واش عطيتينا سؤال ياك قلنا ما رايكن في ذاك اللايفات ديال خوا والاخوات اللي كيطلعوا الجزائريين، ومشيتي لحاجه واحده اخرى، مشيتي يلا لعمي عبد القادر. تفضلوا. لا غير على انا غنعطي الراي ديالي على اللايف ديال البارح. كيفاش الناس، ولا كنهضر على بصفه عامه، كيفاش الناس كيعيبوا على خوتهم اللي سبابين وداك الشيء. بيان سور ندين والسب والقذف في الاعراض وداك الشيء كامل، ولكن كيفاش انت جزائري اللي هو كفس من هذاك المغربي، السبان ديالو عاد كفس من هذاك المغربي، كترحب به وتكبر به وتجعلو بانه محاور وداخل معك في لو ديبا دونك هذه انا اللي ما كنشوف بان هنا المبادئ كتجزأ. في المغربي كان نعاير فيه ونقول له انت راك كتخسر الصوره ديال الوطن، كتعطي نظره خايبه على الوطن، انت شمكار، انت جو سي با كوا. ولكن الجزائري كتقبل داك الشيء ديالو اللي كيدير معك كامل، انه يسب لك امك عادي، انه يسب لك في شرفك عادي، انه يوصفك بوصف نبي عادي. دونك هنا انا عقلي كيحبس، ما كنفهمش صراحه وما كنستوعبش كيفاش هذا الحلم هذا كامل وهذا الصبر هذا كامل كاين مع اي طلبه ومع خوتك المغاربه ما كتصبرش عليهم وكتنعتهم نعوت خايبه وكتوصفهم وصف خايب. يمكن حتى ان داك السلوك ديالك معاهم كيخليوهم انهم يتماداو في داك الطريق اللي هما غاديين فيها. انا هذه هي النظره ديالي، وهذا الشيء اللي كيخربق لي اصلا وكيحبس لي عقلي. احسنتي. امازيغيه كملتي الفطور ديالك؟ الا كملتي الفطور اللاغيه ديالكم انا راه كيهموني، خصوصا نتوما بثلاثه واحد عنصر فعال في التيك توك. الرأي ديالي ما غيختلفش على عائشة، لأننا إلا بغينا نكونوا كما قالت عندنا مبادئ وكنكونوا ضد واحد الحاجة، كيكون مبدأ يكون اللي بغى يكون شتي ولو يكون خوك راه غادي ترفض منه داك التصرف لانك ما كتبغيش هذاك التصرف. اما هذا الشيء اللي كاين في تيك توك انا كيجيني هو مساله غير ديال حسابات، ولا مساله نتاع جوج نتاع الفروق كيدابزوا، يعني كيتهكموا على ناس كيديروا واحد الحاجه اللي حنا اكيد ضدها، ماشي كنعطيوها مبرر، ولكن الانسان اللي كينتقد واحد الحاجه هو براسو ما خصوش يديرها، هو براسو خصو يكون قدوه. راه ما يمكنش هذاك التناقض ولا داك الضحك على الدقون اللي كاين في التيك توك. واحد الانسان كيجي كيقول لك لا انت عنده الفلان عنده الحريه يقول اللي بغى، وانت ملي كتمارس ديك. حطوني في الصوره شنو وقع البارح، انا راه ما عارفاش، انا البارح نعس بكري، حطوني في الصوره باش نفهم عفاش داويين. كيدويو غير على شي لايفات كيطلعوا جزائريين كيتعاملوا معاهم باحترام. لا غادي نفهمها انايا على دوغان اللي طلع البارح في لايفات، طلع في لافونتيير وقيله عند عبد الله، والبارح كان عند امل. طريقه باش تعاملوا معاه طريقه فيها بزاف نتاع الاحترام والتقدير لشخص لا يستحق. هي شوف كتبقى مساله حريه، حنا ما غاديش ننتقدوا هذوك الناس لانهم هما حرين في اللايف ديالهم، كما حتى حنا دابا عندنا الحريه ننتقدوا واحد الحاجه شفناها كتبان لينا فيها بزاف نتاع النفاق، لانه الانسان اللي كيرفض السبابين واللي كيتهكم على خوتو واللي كينتقد واحد التصرف كيقول لا اخلاقي، فما يمكنش تجيب انت اله هذاك الشيء وتطلعوا تعاملوا معاه باحترام، ما عندها حتى شي مبرر. او لا ان يكون خوك كيتناقشوا كيقول واحد الكلمه سواء اتفقنا معاه ولا اختلفنا معاه، هذاك خونا المغربي كيبقى خونا مغربي، ولو انا ما متفقاش معاه بزاف د الحوايج، ولكن ملي يقولوا له المغاربه نزل خليه لينا، يقولوا لدوغا نزل خليه لينا، هنا بين قوسين هنا راه المفاهيم تتخربق عندي وتنصر الاعداء نتاع بلادك ضد خوك، ما عندها حتى شي مبرر، لا حتى قدام هذاك الطرف فانت كتبان رخيص. وبلاتي وشيخنا الفاضل العظيم العزيز ما تنساش العزيز الكبير اللي طلع كيناقش معاه الصراعات الحزبيه في المغرب والمشاكل ديال الاحزاب السياسيه في المغرب، عنده في المنصه ديالو هذا شنو هو غنتقدو، لانه شوف شيخنا على عيننا وعلى راسنا والاحترام. انا رجيت على حسب وعلاقات الجزائريه المغربيه، ولكن اللي طلع كيناقش مع المشاكل الداخليه المغربيه شيخنا هذاك نرجس على حسب القول ديالو، وحنا كناخذوا بالقول ديال الانسان. شنو قال لك؟ هو ما كانش عارف، شاف تما الركان وشاف مدخل عبد العزيز فطلع غير السقها لعبد الله والعبد العزيز،
هو قاصر مسكين، هو ديما ما عارفش، الاخرى كتسب ما عارفش، فلان كيهبط سروالو هو ما عارفش. هو اختي الا كان شيخنا اللي خصو يدرس الامر نسى شيخنا الفاضل، كملي الجمله الله يرحمه عليك. شيخنا الفاضل العزيز الكبير اللي قبل ما يحط رجلو خصو يدرس الوضع ويعرف راسو فين غادي، لانه راه كيمثل واحد الفئه. خصو صافي يبان لي عبد الله تما، فين ما بان لك انت صافي غير يبان لك عبد الله، طلع عبد الله لحي راسو في البحر. شيخنا راه هو اللي خصو يكون القدوه ديالنا وحنا نتبعوه. انا هاد القضيه ديال ما عارفش اللي كيخدمها بحال اللي قلنا له على الاخرى، قال لك لا حكا انا ما عارفش ومشى عندها قالنا انا غادي نصلي وصدق غادي نشعبط عندها. الله يهدينا. ما كاينش غير عن بالي بنات الجامع مشى يصلي فيه. شي خطرات كيكون العذر اقبح من الذنب كما قالت نرجس، لانه الانسان مين كيكون قد ما كان كبير وقد ما كان عنده واحد القدر في المجتمع وقد ما كانت عنده واحد القيمه في المجتمع، فهو يتحمل المسؤوليه مضاعفه. ماشي بحالنا حنا الا خطأنا فالخطأ ينسب لينا حنا كناس عاديين. اما واحد الانسان اللي هو قامه ولا يمثل واحد الحاجه في الدوله ولا جزء من هذيك المؤسسات في الدوله، لا كيكون عنده واحد العبء ثقيل على كتافه، واحد المسؤوليه مضاعفه. يعني حتى هو كشيخ، يعني من الناحيه الدينيه راه كما كنقولوا كيعطي واحد النموذج لهاد الشباب ولينا حنا، وكيكون الراي ديالو فيه بزاف ولا الكلام ديالو فيه بزاف. عافاك حيت تصويرته باش ما نسماش ان حنا دايرين لايف عليه، حنا كنقولوا غير الراي ديالنا. حيد التصويره الله يهديك. يلا فشتي السي بوشتا هو الا كان طالع وهو عارف فهي مصيبه، والا كان طالع وهو ما عارفش فين طالع هي مصيبتين. لانك انت قبل ما كدير اي خطوه خصك تدرسها وتعرف شنو غدير وشنو غتقول وعلاش وما الغايه من الطلوع وشنو هو الميساج اللي بغيت ندوز وشنو هي الصوره اللي بغيت نعطي. ما كتبقى شيخ ونموذج يقدر هذاك اللايفات كيتسجلوا كيتلاحوا في اليوتيوب كيتلاحوا في الفيسبوك، لهاد الاجيال الصعيده كتفرج. ف الانسان خصو يكون عارف المهمه اللي هو موجود عليها في تيك توك ويتحمل المسؤوليه ديالها. اللي مرأة مغربيه طلع، ما انتم المغاربه حاليا ما نطلعكمش، وانت القنيطري باقي غادي نسمعك اللايفات انت والحاجه امان، اللايفات الغابرين والتسجيلات الصوتيه والتسريبات غادي نطلقهم اليوم. عمي عبد القادر يقدر يطلع. طلع يا عمي عبد القادر طلع. عتمان انت يهمك انت الامر، وانت يهمك الامر انت امين. لا ديما شت عمي عبد القادر ولا الا توحشنا نسمعو. انت وامين سمية بروكسيل، عمر البوليسي، حايم سميتو الاخر ديالنا. اخباركم السي المغاري كلهم هادو كاينين في هاد الكليكات.